ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ تمام. ربنا يسعدكم ويفرحكم. النهارده هنعمل مع بعض طاجن باميه باللحمه الضاني بتكات حسن مهاجر، بسيط ورائع وسهل وجميل، مقادير متوفره في كل بيت. جربوه ان شاء الله، هيبقى هيعجب حضراتكم. هنجيب حله على النار ونضيف فيها بصل على توم يتحمر ياخد اللون الذهبي، وبعد كده هنبدا نضيف اللحمة، هنقلبها وتشرب مع البصل الضاني مكعبات متوسطة أو قطع متوسطة بتاع حضرتك المفضل، ونقلبها تشرب مع التوم مع البصل. وبعد كده هنضيف عليهم طماطم مغسولة ودرس خلاط، ونضيف عليهم توابل رائعة عبارة عن معلقة ملح ونص معلقة كمون ونص معلقة فلفل أسود ورشة شطة ورشة حبهان بودرة ولورو وفلفل حار ونص معلقة بهارات ومكعب مرقة. وبعد كده هنسويها تلات ارباع تسوية. وبعد كده هنجيب طاجن نسخنه قبل ما نضيف فيه البامية مع اللحمة. وبعد كده هنضيف البامية مع اللحمة اللي احنا سويناها تلات ارباع تسوية، وهندخلها الفرن مع الشواية تستوي وتاخد اللون الذهبي، ونطلع دي مع المائدة بتاكل مهاجر. وكده خلصت حلقة اليوم، طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني، بسيط ورائع وسهل ومقادير متوفرة في كل بيت. جربوا ان شاء الله يعجب حضراتكم. وكده خلصت حلقة اليوم، التقي بكم في حلقة جديدة وفيها حاجات جدا جميلة زي حلقة النهارده طاجن بامية باللحمة الضاني، بسيط ورائع وسهل وجميل وفي منتهى الجمال. وجربوا ان شاء الله بحضراتكم، وشكرا جزيلا لكم. مش تنسوا تفعلوا لي زرار الجرس وعشان يوصلكم كل جديد، وبتاكل حسن مهاجر، وتعملوا لايك واشتراك في قناه مهاجر اكلات مصريه رائعه ولذيذه وسهله، مدينه متوفره في كل بيت. واشكركم واقول لكم مع السلامه.